السلام عليكم يا جماعه، منورونا القناه الجميله ديت. احلى ناس منورانا في اي حته في اي مكان. الناس الحلوه طيبه، ناس طيبين. طبعا عيد الشرطه بقى طبعا الجميل بتاعنا، كل سنه واخواتنا اللي في الشرطه طبعا وفي اي حته طبعا بخير يعني. سنه سعيده عليهم كده ان شاء الله. عيد الشرطه ال 71 ان شاء الله. ان شاء الله خير لمصر والاهل مصر، مع الزعيم بتاعنا طبعا، احلى زعيم طبعا، عامل احلى شغل طبعا. منورنا في اي حته في العالم طبعا. كان في الهند اليومين اللي فاتوا دول وروسيا، وفي حاجات جميله كده الرئيس بيعملها طبعا. احلى رئيس طبعا، غير مناخ العالم بحاله باذنك يا رب. احنا كده طالعين من شارع الرياض. الدنيا جميله بقى، ايه زحمه يا دنيا زحمه. الله يرحم طبعا جميع شهداء مصر طبعا. اللي احنا من ان برضو يعني احلى حاجه اللي بيعملوها يعني انه بيسيبوا علامات في الشوارع وفي اماكن عامه جميله كده، او يسموا الشوارع باسامي الناس اللي هي استشهدت دي يعني. هي سايبين علامات. الناس دي سايبه علامات في مصر، وسايبين تاريخ وسايبين ذكريات. كل الناس طبعا، كل الناس طبعا في مصر سابت ذكريات حلوه لاهلها. خلينا في الناس الحلوه اللي بتسيب ذكريات حلوه في مصر او في وطنها عامه يعني. الناس الوحشه دي مش عايزينها. الناس الوحشه دي مش عايزينها. عيد الشرطه بقى احلى عيد شرطه طبعا. الشرطه بتاعتنا المصريه اللي يعني ما بتسيبش حق مصري يروح يعني. يعني المصري كمواطن مصري ليك حق في بلدك ما بيروحش طالما معاك زعيم ومعاك الشرطه في خدمه شعب عظيم. احلى شعب واحلى شرطه واحلى جيش، ايد واحده كلك يعني ان شاء الله. اخوات كلنا يعني، بعيد عن الشرطه بقى وبعيد عن الجيش، كلنا اخوات واصحاب وحبايب وكل حاجه يعني. ايد واحده طبعا في مصر. منورنا يا جماعه القناه الجميله دي. هنتكلم بقى عن اصول في عيله اللقاني. اصول في عيله اللقاني، لقاني الناس الطيبه المحترمه. عندنا زمان يعني كانت حياه يعني مش غريبه يعني، هي عادات وتقاليد في العيله عامه يعني. زي طبعا العرب والصعايده والحاجات اللي هي الناس القديمه دي. بس عادات وتقاليد في عيله اللقاني بقى غير اي عادات وتقاليد من اللي احنا بنشوفها حاليا يعني، غير اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. كانت عادات وتقاليد زمان مش موجوده في اي حته غير في العيله. العيله الطيبه دي او الناس الطيبه دي، الناس الطيبه الحلوه بتاعت زمان دي. الناس الطيبين بتاعت بلدنا اللي سابوا ذكرى حلوه في حياتنا يعني. دي احلى حاجه في حياتنا اتعملت بصراحه، ان هم سابوا ذكرى حلوه. وناس كتير بوظت الذكرى الحلوه دي، بوظتها بحاجات طبعا بالعادات والتقاليد بقى الوحشه بتاعت اليومين دول. احنا خلينا في الذكريات الحلوه اللي الناس سابوها، جميله جميله الناس تنبسط بيها يعني، تبقى ذكرى جميله يعني. فاهم العربيه بقى والظابط موقفها. طبعا كانت عادات وتقاليد عندنا في العيله يعني. في ممكن بعض الناس يعني، او ممكن ناس كتير ماشيه بالطبيعه ديت، الاصول اللي هم اتربوا عليها. وفي ناس ممكن لغت الاصول بتاعتها اصلا وبقت شغاله في الاصول اللي هي بتاعت اليومين دول، ماشيه باصول اليومين دول. فاحنا خلينا على الاصول بتاعتنا احنا اللي احنا اتربينا عليها وطلعنا لقيناها. يعني انا لقاني وابويا لقاني وامي لقاني وجدي لقاني وجدي جدي لقاني ووالدتي امها وابوها لقاني. يعني العيله كانت يعني في عادات وتقاليد كده يعني. يعني اول حاجه يعني احلى واحلى حاجه
ان هم يعني ستر وغطا على بعض. لما تبقى بنت عمك او ابن عمك او في قرابه مثلا، تبقوا ستر وغطا على بعض. في ناس ممكن ما بتفوتهاش بقى ايه، في ناس بتفوتها حاجات زي كده، الاصول. الاصول ان هو ممكن يحشر حد تاني كده في وسط العيله ازاي. يعني الكراسي اتلخبطت دلوقتي، بقى دلوقتي اي حد بيناسب اي حد وخلاص يعني. قبل ما تناسب حاسب، حاسب، حاسب يا حاج. قبل ما تناسب حاسب. انا كده من ده الساعه ان شاء الله. كانت عادات وتقاليد في العيله ما بيجوزوش بعض لاي حد، ولا كان الراجل ولا الست نفسها، يعني ولا راجل ولا ست. كانت في حاجات جميله كده دلوقتي مش موجوده كتير يعني منها يعني. بس في ناس كتير بوظت بقى الاخلاق والحاجات الحلوه او العادات والتقاليد الحلوه اللي هي بتاعت زمان دي. ممكن من العيله نفسها باظت، ان الناس ما عادتش تدور على العادات والتقاليد، بتدور على الماده غلبت الموده. مفيش النهارده يعني كل حاجه الماده النهارده بالنسبه للناس. الماده النهارده غلبت المواد. الناس طبعا عايشه في خير، مش خيرها طبعا من العيله الجميله دي. يعني خير العيله نفسها لازم يروح للعيله نفسها، لاهل اللجنيه. ان في الناس حطتهم، يعني الناس في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي الناس اتحطت في ظروف طبعا مش حلوه اهو. وكل الناس طبعا يعني احنا مش هنلوم على حد طبعا، من الناس الحلوه والناس الوحشه. احنا نلوم على ولاد الاصول. ولما نحاسبوا ناس بتفهم في الاصول، عشان الاصول هنا عايزينها بعد كده، اللي هم المفروض يتربوا عليها ومش موجوده. والحمد لله ان احنا بخير يعني، احنا بخير واهلنا بخير وعيالنا بخير والدنيا بحالها بخير يعني. اهم حاجه يعني الناس اللي منورانا طبعا احلى ناس منورانا في اي حته وفي اي مكان في محافظات مصر. لازم كل لجاني يحس ان في يعني خير من الجذور، في خير طيب، في اصل طيب، في معامله طيبه. في لجاني هيلم اللجانيه دي كلها، العزوه الجميله دي الواحد ما يعرفش حد فيها يعني. الحمد لله، الحمد لله. عشان زي ما قلنا الماده غلبت الموده. فلوس غيرت النفوس، غيرت الناس ودتهم في حته تانيه بعيد خالص. فلوس، الله يلعن على ابو الفلوس واللي عامل الفلوس. احنا بقى عندنا لجانيه في البيت، عندنا كلجان احنا بقى اصل اللجان، يعني ام واب وجد 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 وجد، وهنعد جدود كده للاخر يعني. يعني هنعد جدود كده من الاول للاخر. اه عندنا الموده قبل الماده. الموده الاول رقم واحد عندنا، اهم حاجه. الفلوس عندنا بقى الحمد لله كتير، بس احنا بندور على الناس الحلوه اللي بتفهم في الاصول بتاعت زمان، اللي اتربوا عليها. احنا الحمد لله في بيتنا في اصول ممكن تبقى موجوده في بيوت كتير وممكن ما تبقاش موجوده اصلا. وفي العيله نفسها كمان يعني، العيله يعني العيله الجميله اللي احنا فيها دي، اللي كان فيها اصل طيب. طيبين راحوا خلاص، الله يعوض على الايام وعلى الليالي. يبقى لاجاني وبتمرمخ في خيرك ويتعوج عليك كده، يبص لك ايه يا عم، في ايه يا عم؟ انت ما يغركش العربيه اللي انا راكبها، دي تمويه العربيه اللي انا راكبها دي. لازم نضحك في وش بعض كده. الضحكه دي لوحديها رزق، احلى رزق طبعا في الدنيا يعني. اللي بيضحك ده في وش حد ده رزق، ده رزق. اللي يكشر في وش حد ده تعرف ان هو راجل مش تمام، راجل مش اصلي، انه كشري. لكن اللي بيضحك في وش الناس ده موضوع تاني خالص، موضوع تاني خالص 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 يعني. الحمد لله على كل حال، احنا بخير واهلنا بخير والدنيا كلها بخير. لحد ما نشوفوا بقى موضوع اللجنه ده راح لحد فين.
اجدع ناس طبعا اللجنيه، الناس الطيبه، الناس الطيبه. وهنتكلم طبعا عن عائلات مصر، عن العائلات الاصيله، ولاد الاصول اللي في مصر، بس كله جاي، والجديد شديد، ولسه مكملين من شارع الهلال هنا.